بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وباحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله باذن الله الكوردون بلو. الكوردون بلو دي اكله فرنسيه بتتعمل من صدور الفراخ. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمله كده الاول، ما تقطعهاش لحد الاخر اهي. انا الاول طبعا نقعتها، هنقلبها بقى على الناحيه التانية. الاول نقعتها في خل لمده ساعه في ميه بخل. هنعمل كده برضو مش لحد الاخر اهي. فردتها بالشكل ده كده، شايفه طريقتها بالشكل ده. هنعمل واحده كمان اهي، ما وصلتش لحد الاخر. بعدين هعمل كده اهو بالشكل ده. هنا الصدر كبير شويه اهو. لو في اي دهون ولا حاجه تشيليها. اهو حطينا لها شويه بهارات، ملح وفلفل اسود وتوم بودره وبصل بودره وزنجبيل. هنقلبهم على بعض كده. طبعا ما تحطلهاش بصل او طماطم او حاجه زي كده علشان ما تفكش منك، علشان احنا هنحط لها خلطه دلوقتي وهنعملها في الزيت وكده عشان ما تفكش منك في الزيت. كده خلاص اهي كلها اخدت من البهارات بتاعتنا. هنبدا على طول في الشغل. هنا انا فارده ورق بلاستيك، هنعملها كده وهنحط فوق منها بلاستيك برضو وندقها. طبعا انت لو عندك مدق اللحمه اشتغلي بيه، انا ما عنديش، هشتغلي بكوبايه. لو ما عندكيش زي كده اعملي كوبايه كده برضو، واعمليه كده بالراحه علشان خاطر ايه ما تتهراش منك. هندقها بالراحه كده. ليه بتدقيها؟ بتفتحي المسام بتاعتها عشان تستوي منك في الزيت كويس اهي. انا كده دقيتها. هنا انا خلصت اهو كل الكميه. هنبدا بقى نلف فيها. هنلفها بايه؟ هي طبعا هي اكله فرنسيه زي ما قلت لك، والمفروض الاصل فيها الروز بيف والجبنه الشيدر الشرايح. احنا بقى هنعملها اقتصاديه شويه. هنحط فيها لانشون. هنا عندي لانشون بيفي ولانشون حلواني، وهنا جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا مبشورين. هنشتغل بيهم، وانت على حسب الامكانيات اللي عندك اشتغلي بيها، يعني شوفي انت تقدري على ايه واعمليه. هنا مثلا هنجيبه حته لانشون ونحط فيها شويه جبنه شيدر وشويه جبنه موتزاريلا. طبعا لما بتتفتح بقى بتبقى سايحه وجميله، بيبقى شكلها لطيف جدا. الاول هتلفيها الاول. ليه هنلف الحاجات دي الاول؟ عشان لو بصي لو لفيتي كده على الفراخ هيبقى فيه طبقه من الفراخ كده، هتبقى فيه طبقه من الداخل من الفراخ، فكده مش هتستوي كويس. احنا عايزين الفراخ تستوي كويس، فهنلفه الاول دي اللانشون كده او الروز بيف هنلفوه، وبعدين نلفه عليه الفراخ كده بالشكل ده. احنا طبعا لسه هنحط لها البقسماط او الكفر اللي هيتحط عليها. بصي عايزينها يعني تبقى ملفوفه كويس جدا.
كده ونحطها على جنب كده. طبعا لازم تتحط ساعة او ساعتين في الفريزر، لازم تتحط وتجمد في الفريزر. ليه؟ علشان خاطر تمسك معاكي وما تفكش منك في الزيت، وتطلعيها وهي متلجة كده تشتغلي بيها على طول، تلفيها في البيض والكفر اللي هنعمله لها، وتقومي عامله ايه، حطاها في الزيت على طول. هنا هحط لها حته لانشون بيفي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر مبشوره. اهي شايفه الشكل ده. انا هكمل الكميه وارجع لك تاني. انا خلصت الكميه كلها، هي لفتها. هعمل ايه بقى؟ هشيلها في الفريزر لمده ساعتين على الاقل يعني، علشان تجمد، وبعدين هطلعها وهنشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى رجعنا لكم تاني اهو، بعد ما حطيتها في الفريزر زي ما قلت لكم ساعتين. انا ليه بحطها ساعتين؟ علشان عايزاها تجمد كده، علشان لما اشتغل بيها باذن الله ما تفكش. وهنا بقى جهزت هنا بيضتين وعليهم شويه لبن وملح وفلفل وضربتهم على بعض، وهنا دقيق، وهنا كورن فليكس مطحون. طبعا ممكن تستخدموا بقسماط، بس انا بحب الكورن فليكس عشان بيديها لون ذهبي زي اللي انت بتشتريها جاهزه من بره. طيب هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالكبيرة دي. بصي ماسكة معايا ازاي، وطبعا لازم تستوي كويس. هقولك على النار هتستوي كويس ازاي. طبعا انا حاطه نشا هنا على الكورن فليكس المطحون ده، حاطه نشا. ليه حاطه نشا؟ عشان النشا بيأخر التحمير شويه فتكون استوت من جوه. هنا اهو خلصنا الكميه معانا. سخنت الزيت، ما تحطيهوش في زيت متسخن قوي يعني، ما يبقاش سخن للاخر يعني. تحطيها بالراحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده هتهدي النار. ليه هتهدي النار؟ علشان تستوي معاكي كويس. الاول سخن اهو، بس مش 100% يعني، الزيت ما يغليش كده. وبعدين تحطي توطي النار عليه. انا كده موطيه النار خالص. هسيبها بقى خالص لحد ما تحمر. اقلبها. اما اجي اقلبها هبقى اوريكم هيبقى شكلها ايه. انا دلوقتي هقلبها اهي. شايفه ما فكتش اهي ولا اي حاجه. هقلبها. شايفه بيبقى لونها ذهبي ازاي؟ عشان كورن فليكس هو بيبقى كده طالع منك لونها ذهبي كده، بتبقى مقرمشه، بتدي سنه قرمشه كمان. وبصي الزيت هنا انا موطيه عليه طبعا خالص. بعد ما سخن في الاول وطيت خالص بحيث ان هي تبقى تستوي كويس جدا مع نفسها. ماشي. انا كده قلبتهم. شايفه لونهم ذهبي وجميل ازاي؟ لما يطلعوا خالص بقى هوريكي شكلهم هيبقى ايه. هنا يا حبايبي بعد ما خلصناهم تحمير، شايفين شكلهم جميل ازاي؟ ذهبي وبيلمع وجميل ومستويين من جوه، وطعمهم ولا اروع من كده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.